السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كطلاب طب أسنان وخصوصا المراحل الأولية، كثير ما نشاهد ونسمع مواقع التواصل الاجتماعي وحياتنا العملية عن موضوع الواكس أب. لكن على الرغم من شيوع هذا الموضوع وكثرة الفيديوهات اللي تتناوله، إلا أن عدد كبير من يمنا ما يعرف شنو هو الواكس أب والفائدة العملية إله. خلال هذا المنشور راح نعرف كثير عن هذا الموضوع، خاصة لطبيب الأسنان. الواكس أب عندما يقوم طبيب الأسنان بتركيب أسنان صناعية لمراجع، سواء كانت تركيبات تعويضية أو تركيبات تجميلية مثل القشور الخزفية أو الفينير، فإنه يحتاج إلى أخذ طبعة تحاكي تماما فم المريض، ومن خلاله تؤخذ إلى المختبر حتى يتم صناعة الأسنان التي تناسب فم المريض. الفائدة من الواكس أب: أولا، تساعد الطبيب في تحديد مقاسات التركيبات بقمة الدقة. ثانيا، تبين شكل الابتسامة الجديدة عند إتمام عملية تركيب الأسنان الصناعية، وبالتالي يرى المراجع شكل أسنانه الجديدة قبل إجراء عملية التركيب، حيث أن اقتناع المراجع بشكل ابتسامته من أولويات الطبيب، وما أن الابتسامة هي أمر نسبي إضافة تختلف من مراجع لآخر. ثالثا، تساهم في إتقان مورفولوجي أو دينتال أناتومي للأسنان، تساهم في عملية الشيبينج للفيلينج.